الشليل بليتيني بالتخمام، نتمشى وسط الظلام، مسافر بلا قنديل، مهدود الحيل نعفر في. أنا هدى، في العمر ديالي 24 سنة. حبيت أنني نشارك معكم قصتي. أنا واحد البنت كنت عايشة مع والديا بخير وعلى خير والحمد لله، ومع الأخ ديالي، يعني ما عنديش إخوة غير أخ واحد. عايشين في سعادة الحمد لله بين الأم والأب ديالي، 4 أفراد الحمد لله. ما عمرني شفت شي مشكل وقع بين الأب ديالي والأم ديالي. واحد النهار تغدينا، جمعنا المعنا للأم ديالي، المهم غسلنا جمعنا الدنيا، مشات بات تكا شويه ديك القيلوله ديال وسط النهار. مشيت كنفيق فيها في العشيه بس زعما تنوض، مع قالت لي لا نعست شويه وظل العصر فيقيني. مشيت كنفيق فيها ما بغاتش تفيق، عييت ما نفيق ما بغاتش تفيق، كنغوت. داك النهار جاب الحد وكان الاب ديالي كاين، يعني ما خدامش. جا كيلقى الام ديالي فارقة الحياه بكل بساطه. فارقة الحياه، غادرتنا، خلتنا في داك السن اللي كنا في امس الحاجه ليها. توفت وهي ناعسه. المهم عشنا مع الاب ديالي، يعني مسكين واخا تيحاول انه يوفر لنا كل شيء ويعني بيعطينا الحنان المهم زعما يعوضنا على الغياب ديال الام. كانت واحد الخاله ديالي ساكنه حدانا، وفي نفس الوقت كانت جدتي ساكنه حدانا اللي هي الام ديال الاب ديالي. وديك جدتي كانت شويه مرة صعيبه بزاف وكانت سقرامه. المهم العكس الخاله ديالي، ملي كنكونوا كنجيو من المدرسه كندوزو، كنفضلوا اننا ندوزو عند الخاله ديالي اننا نتغداو عندها، حكم انها كتعاملنا صراحه معامله زوينه وكنا عزازين عليها، وكتحاول قدر المستطاع انها زعما تعوضنا ولو القليل من الحنان ديال الام اللي فقدنا. والاب ديالي ديما كيصمم اننا نمشيو عند ديك جداتي، حنا ما كنبغيوش صراحه. وديك جدتي كانت ساكنه مع العمه ديالي اللي هي باقا، المهم عمتي باقا صغيره يعني باقي ما مزوجاش. كانت صعيبه. نهار كتكون عندنا مثلا، اول نهار كيكون عندنا العطله، في العطله مثلا او الويكاند هكاك السبت والحد كنمشيو ديك الساعه عند جداتي، ما كنقعدوش. اللي بدي ديك عمتي كتزيدنا، زيد جر انت، طلع انت، هبط، وما نقدوش تقعد تقرص وتقرص. واش نتوما ما رباتكمش امكم؟ واش نتوما ما دارت لكم امكم؟ واش نتوما؟ صافي كنجيو كنبداو كنعاودو لخالتي كنقولوا ليها شنو كاين وشنو كاين. جات واحد النهار خالتي عند الاب ديالي، قالت لي عافاك بيت تخليهم ليا. قال لي لا ما كاينش. المهم رفض اننا نعيشوا مع خالتي. ما علينا. وجدتي ديما كتزنزن على الاب ديالي انه باش يتزوج، وهو كان رافض فكره الزواج. كيقول لي ها الوالده انا راه باقي الدراري صغار وما غاديش نجيب عليهم شي مرة اللي غادي تكرفس عليهم. واش اوليدي راه غادي يكبروا غيتزوجوا ويخليوك وانت باقي صغير. المهم العمر ديال الاب ديالي 40 سنه وانت وليدي باقي صغير، وهادي وخص لي يجمع ليك وخص لي قاد لك. واش انا بغيت ندوم لك وانا راه عييت وانا. المهم ديما على نفس الهضره. والاب ديالي كان فعلا على نفس الهضره انه ما بغاش يتزوج. ولات الجده ديالي كتجيب واحد بنت خوها، كتجيبها هاد بنت خوها هادي باقا صغيره، تكون في العمر ديالها ديك 20 سنه، كتجيبها ديما عندنا للدار وكتنوض وتشقى وتحرك وغاديه وجايه. المهم هي غرضها انها تزوجها ليه. المهم الاب ديالي فعلا دخلت ليه ديك الفكره ديال الزواج، بغى قبل وجات تشاور معنا، رغم انا كنت رافضه. قال لي لا راه هذيك من العائله، يعني ماشي شي حد براني، غادي تهلا فيكم ديركم بحال ماماكم الله يرحمها وهادي. المهم ديك الهضره صافي وافقت. تزوج الاب ديالي. في الايامات الاولى كانت تعاملنا معامله، المهم انا كنظن ديك المعامله غير قدامه، كتعاملنا ديك المعامله وداك الحنان وداك الحب زعما باش تعوضنا على الام. واخا
حتى شي حد ما غادي يعوضكم على حنان أو حب الأم ديالكم. المهم أنا كنت متفوقة في الدراسة ديالي، يعني كنت كنجي من الأوائل دائما، وهي طبعا ما كملتش الدراسة ديالها. وانا صراحة كانوا ديما الاساتذة كيصيفطوا للاب ديالي يعني شهادات، ومهم كنت كيف قلت لكم متفوقة، وهي كنحس بها ما عجبهاش الحال. وقت ما كان عندي شي امتحان ديما كتحاول دير شي مشكل ولا شي تبرزيت ولا تعيط على عائلتها ولا شي عراضه ولا شي مناسبه كما كانت، باش انا ما نلقاش داك الجو تاع الحفظه انني نحفظ، حيت ما عنديش فين نمشي انا نحفظ، لان الاب ديالي رافض اننا نمشيو نعيشو مع الخاله ديالي. ما عليناش. المهم واحد النهار جبد الاب الموضوع ديال راه كانت خالتي بغاتنا وهادي وهي تقول لي علاش ما تخليهمش مساكن يمشيو هادي باش تخوى ليها الدار، تخليهم مساكن يمشيو عند خالتهم ويعيشوا معاها مسكينه، دابا بتشم فيهم ريحه الاخت ديالها وهادي وديك الهضره. المهم كلات ليه دماغ ووافق، وحنا طبعا حنا فرحانين اننا نمشيو عند خالتي. فعلا مشينا عشنا مع خالتي كيف قلت لكم، عيشه زوينه الحمد لله ما خصنا حتى خير، رغم ان خالتي سيده بسيطه والاب ديالي رجل غني، يعني مسك عليه الله، واخا داكشي ما كيعرفنا بوالو ملي مشينا عند خالتي. خالتي مسكينه كانت مسؤوله منا من كل شيء. ما علينا. دازوا اعوام، المرت الاب ديالي كتحمل. ملي كتحمل كتزنن على الاب ديالي انه يجيبني للدار. علاش؟ باش ملي تولد شكون اللي غادي يقابل هذاك الترابي وشكون اللي بيدير لها الشقه؟ طبعا انا. قالت ليه البنت هذيك خصنا نجيبوها، ما خصناش دابا البنت في سن المراهقه وتبدا تخرج وهضرت الناس وهادي، نجيبو البنت ونخليو الولد. فعلا الاب ديالي كيتصنت وتايق مسكين، جابني فعلا ولدات. المهم تم راو الشقه ديال الدار وتقابلي هنا، ما بقيتش كنهتم بالدراسه ديالي. صافي داز عام تقريبا خرجت من القرايه، ما كملتش القرايه ديالي، لان صافي ما بقاش عندي جوده القرايه، ما بقاتش عندي كناتيات القرايه بهاد العباره هادي. باش عرفت بانها جابتني على هاد الاساس، واحد النهار سمعتها كتهضر في التليفون مع الام ديالها، قالت لها هي راه جبتها، قالت لها والدري قالت لها راه خليته عند خالته، بعدا البنت راه غادي تنفعني، اما الولد باش غادي ينفعني، راه هو خليه هو عند خالته، وهي البنت هي بتشقى وشحال من حاجه بديرها. هادشي سمعتهم في التليفون. ما علينا. وصلت السن ديال 17 سنه، تقدم ليا واحد ولد جيراننا كان عايش ديك الساعه في فرنسا، وفرحت ما نقول لكم، ما قدتني فرحه. علاش؟ كنقول انا غادي نخرج من هاد العالم وهاد الجو اللي عايشاه مع مرت الاب ديالي. هي ما عجبهاش الحال، يعني كيف قلت لكم هي غيرانه مني من كل شيء، حساده ما عرفتش علاش. من قرايتي ديك الساعه ملي كنت كنقرا يعني، وكنت قريبه ليها في السن، ماشي شي وحده دايره كبيره، من انني دابا تقدم ليا راجل زعما ميسور وعبيدتيني على برا، وهي ما غاديش يعجبها الحال. المهم خصها تعيشني في المعاناه. طبعا زنات على الاب ديالي باش يرفض، قالت ليه علاش بغا تمشي على برا، وعلى هي بتقد على برا وهي حتى الشقه ما كتعرف تشقى وداد. المهم الهضره الاب ديالي رفض. ملي رفض نط، هي جابت ليا هي وجدتي واحد من العائله ما فحالوش غير طالب معاشو، جابتو وبدات تعلب الاب ديالي هذا داير وهذا اللي غادي يجمعها، وغادي يتهلا فيها وغادي يهز بالها وبنتك. طبعا حديت المخده. الاب ديالي ما عليه الا الموافقه. فعلا وافق رغم انني كنت رافضه، وقالت ليه ويلا تزوج بها حنا غادي نعاونوهم شهريا، يعني شهريا غادي نصيفطوا لهم كل شيء. فعلا تزوج بيا داك السيد، رغم انني ما كنتش باغا. تزوج بيا، سكنت مع خوه ومرت خوه. المهم هو ما فحالوش، ولكن سيد طيب الله يعمر ليه الدار، وكان مزيان مع كل شيء، كيتعامل بحسن نيه. ومهم ما نقول لكمش داك السيد، ومسكين عارفني بانني بنت عائله، وعارفني كي كنت عايشه، تيحاول مسكين انه يوفر لي كل شيء، رغم انه ماشي بالاستطاعه ديالو.
وتصورو مسكين، يعني كنبغي شي حاجه ما كيقوليش لا، ولا راه ما قدرتش عليها، ولا كيمشي كيجيب لي ديك الحاجه. من بعد اكتشفت بان ديك الحاجه كتشرى من السلف، يعني مسكين كيتسلف باش يشري ليا ديك الحاجه. المهم ملي قلت لكمش بلي تزوجنا، دازو اشهر صافي ما بقاوش كيصيفط ليا الاب ديالي الشهريه اللي كان وعدني بها، قطع علينا الشهريه. المهم صبرت، يعني واخا انا مولفه شحال ديال الحوايج في دارنا، صافي صبرت، ما بقيش رضيت انني نرجع عندهم ونقول لهم خاصني او ما عليناش. سبحان الله، الزوج ديالي عنده اصدقاء بزاف، كيف قلت لكم حسن السيره والله يعمرها دار. واحد الصديق ديالو كانت جاتو خرجه انه يمشي لامريكا، ووقع عليه ظرف ما بقاش قدر انه يمشي. جا عند الزوج ديالي قال ليه واش ممكن تمشي بلاصتي؟ قال لي كيفاش وانا ما فحاليش، وعرفتي على الاقل خصني شي 4 المليون ولا 3 المليون، وانا عرفتي طالب معاش ويلا تزوجت وهادي. قال لي لا، غادي تمشي بلاصتي، ما غاديش نخليوك. فعلا تصوروا في ظرف 3 ايام فقط كل شيء تيسر الحمد لله، حتى من الفلوس كاع الاصدقاء ديالو تعاونوا معاه، كل شيء تعاون معاه، باع الموتور ديالو الحمد لله، جمعنا داك القدر من الفلوس. مشى لامريكا، خلاني عايشه مع الاخ ديالو طبعا والزوجه ديالو، رغم الناس بسطاء يعني، وما خلى لي حتى درهم، يعني كاع داكشي اللي تسلف من عند صحابو ركب بيهم شابيه. وبقيت انا عايشه معاهم وكناكل معاهم وكل شيء الحمد لله، وما رضيتش انني نمشي عند الاب ديالي. المهم ملي ساقت زوجة الاب ديالي الخبر تصدموا، عرفتي شنو هي تصدموا؟ رغم انها ما بغاتش، ولكن المكاتب الا بغى لك ربي شي حاجه راه غادي توصل ليها او غادي تعيشها. قعد الزوج ديالي 2 في الولايات المتحده الامريكيه، جمع شي بركه صيفطها لدوك الناس اللي كيتسالوه، طبعا حيد عليه الدين ديالو هو الاول. من بعد صيفط الاخ ديالو مشى، ومن بعد صيفط ليا مشيت حتى انايا، انا اللي كنتحدث معكم الان انا عايشه معاه دابا في الولايات المتحده الامريكيه. شوفوا سبحان الله، يعني انا ديك الساعه كنت كنتمنى انني نخرج على برا وشحال من حاجه، وصبرت واحتسبت امري الله، وربي يسر لي في هاد ولد الناس، وكتب لي باقي انني نعيش داك الشيء اللي بغيت نعيش. داكشي بغيت نقول لكم هو الا بغيتو شي حاجه غادي توصل لها، هي مع الصبر ربي غادي يوصلكم فين ما بغيتو ان شاء الله باذن الله. المهم هذه هي قصتي ديال اليوم، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتنال الرضا ديالكم، وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم باللايك، وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم. الشليل بليتيني بالتخمام، نتمشى وسط الظلام، مسافر بلا قنديل، مهدود الحيل، نعفر في الايام، طريقي مليها رسام، يا ويلي ويلي ويلي.